صفرا كما سنأخذ في بعض الآداب. نبدأ بالأدب الأول من آداب الدعاء. الأدب الأول أن تفتتح الدعاء بالثناء على ربك والصلاة والسلام على نبيك عليه الصلاة والسلام. تلاحظون سورة الفاتحة، سورة الفاتحة تعلمنا كيف ندعو، لأن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله، وهي أم الكتاب، هي السبع المثاني، وهي أفضل الدعاء، أفضل دعاء على الإطلاق سورة الفاتحة. ابتدأت بالحمد والثناء والتمجيد، ثم بعد ذلك طلب العون وإعلان العبودية لربي، ثم طلب الهداية والثبات على الطريق المستقيم، ثم استعاذة العبد بربه من أن يسلك طريق المغضوب عليهم أو الضالين. فتلاحظ اهدنا الصراط المستقيم ما أتت مباشرة، قبلها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ثم بعد ذلك أتى اهدنا الصراط المستقيم. سمع صلى الله عليه وسلم رجل يصلي وكان يقول وهو يدعو، سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه، أي استعجل مباشرة، اللهم اغفر لي، عجل وهو في الصلاة. فلما أتى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. كم مرة استعجلنا، كم مرة عجلنا، اللهم اغفر لي، اللهم نجحني، اللهم وفقني، اللهم أسعدني، آمين. لكن لو قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لو حمدت الله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ثم صليت على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قلت اللهم اغفر لي، لكان هذا أبلغ. ولهذا تجد في الصلاة أن أفضل الدعاء وأنت ساجد. ما الأركان التي قبل السجود؟ في قيام وفي ركوع وفي رفع وحمد ثم سجود، وأحرى أن يستجاب لك في السجود. هناك كان دعاؤك له أثر، لأنك قبل ذلك كنت ممجدا راكعا خاضعا، ولذلك حامدا. ولذلك ما أعظم فقه الداعي إذا ابتدأ دعاءه بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله. من آداب الدعاء أيضا الثقة بالله جل وعلا، أن تثق بالله جل وعلا وأنه يقينا سيجيبك، والله عليم بذات الصدور، وكل واحد مستوى اليقين عنده. اليقين عمل قلبي ومقام من مقامات التعبد ومن مدارج السالكين إلى رب العالمين. كلما ازداد اليقين في قلبك كنت أكثر طمأنينة وأكثر سعادة. الله جل وعلا يقول صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. وإذا نحن المسؤولون عن أن كثيرا من دعائنا لا يستجاب، المسؤولية علينا. ما استجيب كثير من الدعاء لأن اليقين ناقص. أدعو يلا ندعو، مثل الرقية، أرقي لكن رقيت ورقيت ورقيت ما شفيت، مسكين. هو عدم شفائك، والرقية للمعلومية هي دعاء، هي أدعية، فأنت الداعي وكذلك أدعو أن الله يرزقني ما رزقني، لأنك غير موقن بالإجابة. ندعو، ولذلك إذا اجتمع في قلبك هذا الإيمان الذي يورث الطمأنينة، وكأنما قولك يا رب فتحت لك أبواب الإجابة وأبواب السماء وارتفعت وسمعها الله. الله قريب سميع بصير. ومن آداب الدعاء أيضا أن يدعو لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات. دائما الأنانية في الدعاء أحيانا تؤخر الإجابة أو لا تقبل الدعوة
الأنانية في الدعاء. البعض إذا قال رب ارزقني ظن أن رزق الناس لو قال وارزق إخواني المسلمين المؤمنين يظن أن رزقه الذي دعا به سينقص إذا أعطى الله غيره. أدخلني الجنة، طيب أدخل لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الله كريم، يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها، أو خزائنه لا تنقصها ولا تغيضها النفقة. لو اجتمع الخلق منذ آدم إلى الآن وسأل كل منهم مسألته ما نقص من ملك الله شيء، إلا إذا كانت الإبرة إذا أدخلت في المحيط الهادي أو الأطلسي ثم أخرجتها، ما الذي نقص من المحيط؟ ما نقص شيء ولله المثل الأعلى. إذن الله غني. الدعاء للوالدين وهي رد بعض المعروف لهم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والبعض يدعو لزوجته وأبنائه وينسى أما وأبا. ولذلك دعاء المؤمن لأمه ولأبيه دلالة على الوفاء، بل ودلالة على أن الله سيجيب الدعاء، لأن الوفي لوالديه سيعطيه الله سبحانه وتعالى، لأن الله يحب من عباده الداعين لعباده المشفقين على إخوانهم، على آبائهم، على أمهاتهم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي وللمؤمنين والمؤمنات. هذه دعوة نوح عليه السلام. الرابع من آداب الدعاء أيضا رفع اليدين. ورفع اليدين مظهر من مظاهر الذل والانكسار وإظهار الضعف أمام الملك الديان، لأنك تقول يا رب هاتين يدي ليس عندي من شيء إلا ما وهبتني ورزقتني، أنا العبد المخطئ، هذه ناصيتي بين يديك وها أنا مخطئ بين يديك، يا رب لا ترد يدي. وكأنك تستعطي تسأل. أليس السائل الفقير إذا أراد أن يسألك مد يده أعطني؟ فكذلك أنت تسأل الملك سبحانه وتعالى الغني فتقول أعطني، لا تردني يا رب، يا رب لا تردني خائبا، وتلح، فإن الله يحب الإلحاح. المخلوقين إذا ألححت عليهم طردوك وضجروا منك، حتى ابنك الذي خرج من صلبك وخرج من رحمك أيتها المؤمنة لو أكثر من الطلب أعطيني 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 وألح وأضاف وأزاد لربما تطرده. أقلقك كثرة إلحاحه، لله المثل الأعلى. إذن أن ترفع يديك، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وكلمة الرجل وصف الرجولة وصف أغلبي، وإلا فإنه يدخل في ذلك الرجل والمرأة. فمن رفع يديه إلى الله حقق العبودية فليدعو الله وحده وليخلص وإياك والشرك. وهذا من البشائر لأمة الإسلام، للبشائر لكل من أذنب، للبشائر لكل مهموم مغموم فقير محتاج مريض. الله الكريم سبحانه يستحيي أن يرد إليك هاتين اليدين صفرا، أي خالية ليس فيها شيء. هذا كريم جل وعلا. إذا كان بعض الخلق ولله المثل الأعلى يستحيي من بعض الناس إذا سأله فيعطيه حياء، ولو كان ما له رغبة يعطي، لكن لما رأى انكسار الفقير بين يديه أعطاه. الله له المثل الأعلى. بل عطية الخلق كلهم من عطاياه، وما ينفقون إلا من رزقه فهو الرزاق. إذا كان هذا للمخلوق فكيف الكريم سبحانه العظيم جل في علاه الذي أمرنا أن نسأله ثم ضمن لنا الإجابة، ادعوني أستجب لكم. ثم إذا رفعنا اليدين إليه لا يردهما لنا صفرا، أي لا بد أن يستجاب لك على الخطة التي ذكرناها في السنة، إما أن يرد عنك شر كمثل ما دعوت، أو تعجل لك، أو تؤجل، أو تكون لك في الآخر.
الأدب الخامس من آداب الدعاء ثلاثا، أي أن تكرر الدعاء 3 مرات، وهذا من الأدب وهذا من السنة، فإن ترداد الدعاء معناه أنك غير مستعجل، ويستجاب لأحدكم ما لم يعجل، سواء يعجل بالدعاء فيكون قلبه لاهٍ، أو يعجل يقول أنا دعوت ودعوت ودعوت ولم يستجب لي. والدعاء ثلاثا معاشر الأحبة معناه الإصرار على أنك يا عبد ليس لك إلا الله، كأنك تقول يا رب يا رب يا رب، لربما استجيبت الثالثة. نحن مع الإصرار علينا في بعض الأمور نفعل، ولذلك تكرار الحديث بين البشر يثبت المعلومة، ولله المثل الأعلى، ولا نشبه هذا لربنا، لكن نقول تكرار دعائك معناه تحقيق عبودية الله، وكأنك تقول يا ربي عبدك مضطر، فلا تمل، ردد كل دعاء، ردده 3. إذا دعوت بالمغفرة قلها 3، بالرحمة قلها 3، بالرزق قل 3، بالشفاء قل 3، وردد بعد ذلك بعد أن تستفتح الدعاء بالحمد والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم تدعو وتدعو وتدعو، ثم تختم بالحمد. ما أعظم هذا الدعاء، والله إنه بعد ذلك على ذاك الداعي أنوار دعائه وبركة دعائه، لأنه حقق الانكسار بين يدي ربه وأظهر الافتقار إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا 3، وإذا سأل 3، أي أسألك الجنة أسألك الجنة أسألك الجنة. إذا دعا اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، سواء في الطلب أو حتى في التمجيد، وأنك تسبح الله. تسبيح الله أن يكون مثاني مكررة، تمجيده، الثناء عليه. ما أحد يحب المدح أكثر من الله، لذلك العبد يثني على الله ويردد ويدعو ويسأل ويردد 3. هذه هي السنة أيها الأحبة. الأدب السادس من آداب الدعاء وهو التضرع والخشوع والرغبة والرهبة، وكل هذه أعمال قلبية: تضرع، خشوع، رغبة، رهبة. الرغبة والرهبة الرجاء والخوف، والخشوع سكون النفس وطمأنينتها، والتضرع إخراج الضعف وإظهار الضعف أمام الله جل وعلا والانكسار بين يديه جل وعلا. هذا الأمر هو أمره جل وعلا، هو الذي دعانا إذا دعوناه أن نكون على هذه الصفة. يقول جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. الله أمرنا أن نكون متضرعين، ملحين، منكسرين، مظهرين الضعف، في خوف ألا يستجاب لنا، في رجاء ورغبة أنه لا يرد يدي كل عبد رفع يديه ألا يردها صفرا. إذن العبد بين هذه المقامات، يدور بين هذه المقامات، يتولد له انكسار، ويتولد له لذة العبادة في قلبه وحب المناجاة لربه، وتجد أنه بعد فراغه من هذه المناجاة والانكسار سبحان الله كأنما أعطي، وهو قد أعطي، لأن الله لا يرد من سأله. لذلك تلاحظ بعض الذين يدعون مظاهرهم كأنما هم يكلمون بشر، كأنما يطالبون إنسانا بشيء من أمور الدنيا. يا عبد الله، أنت بين يدي الملك جل وعلا، بين يدي الخالق سبحانه، بين يدي من بيده مقاليد كل شيء، بين يدي الأول والآخر والظاهر والباطن، بين يدي من هو على كل شيء قدير، بين يدي ذاك الذي جل في علاه أمره للشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. فكيف يكون العبد بين يدي هذا العظيم سبحانه؟ لا بد أن ينكسر، لا بد أن يظهر الضعف. ولذلك التواضع والذلة لا تصح إلا لله، ولا يجوز
أن تصرف إلا لله، ذلة التعبد، لا بد أن تعلم ذلك. ولذلك بعضنا هذه الذلة لديه إذا أراد أن يسأل المخلوق يتواضع ويتذلل للمخلوق، يريد عطاء، أعطني مريض، علاج، دواء، مستشفى. يا أخي، هذا لا يسوغ إلا لربك الذي بيده كل شيء وبيده مقاليد كل شيء. لذا كان التضرع من أسباب الإجابة، والخشوع والرغبة والرهبة. ولذلك الخشوع قد يكون في البدن مع التضرع، والرغبة والرهبة عمل قلبي. اجتماع هذه الأعمال والآداب توصلك بإذن الله إلى استجابة دعائك. الأدب الذي بعده السابع من آداب الدعاء أن يبدأ الداعي بنفسه إذا دعا لغيره. يعني لماذا الداعي لنفسه؟ لأنه أيضا يظهر ضعفه لله، ثم يظهر أنه عندما دعا لغيره ليس لأنه مستغن عن إجابة الله لدعائه هو، لأن بعض الناس اللهم اغفر لهم وارحمهم، وأنت ضعيف، اغفر لي ولهم، ارحمني وإياهم. هذا مع جواز أن يكون الإنسان داع لإخوانه المؤمنين، أن يدعو لإخوانه المؤمنين وحدهم كما سنذكر. إذن أبي بن كعب يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه لأهل القبور: السلام عليكم يا أهل القبور ويغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. يغفر الله لنا ولكم، أي نحن إلى مصيركم صائرون، فنسأل الله أن يغفر لنا قبل أن نصل إلى مقامكم، ويغفر لكم فقد وصلتم إلى حياة البرزخ. إذن أن يبدأ الإنسان بالدعاء لنفسه ثم يدعو لغيره، لكن هذا لا يعني أنه لا يدعو لغيره مطلقا. ولذلك ثبت أن حبيبنا عليه الصلاة والسلام دعا لأنس: اللهم فقهه في الدين، ما قال فقهني فقهه في الدين. وأحيانا يكون حسب المقام الدعاء للإنسان وتخصيصه بالدعاء لنفسه لفلان: اللهم ارزقه، اللهم اشفه وهو مريض، أو اللهم فقهه وهو يطلب العلم. أحيانا يكون مفتاحا لقلبه، وفي الحقيقة دعاؤك لغيرك اختصاصا له من مفاتح قلوب الناس، ثم إنك أنت في الحقيقة قد دعوت لنفسك، لأن الملك سيؤمن على دعائك. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك مثل ذلك. بعد ذلك من الآداب، أيضا من آداب الدعاء، أن يكون مطعمه ومشربه وملبسه حلال. ولذلك أحيانا بعضنا يضر نفسه بأخذ المال الذي لا يحل، المشوب بحرمة، المغموس بشبهة، فيكون بدنه ويده عندما ترتفع إلى الله ملوثة، وجسده نبت من سحت. ولذلك ذكر في الحديث: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني إطالته للسفر من أسباب الإجابة أن يجاب له لأنه في غربة. أشعث أغبر مظهره فيه ضعف، يرفع يديه، هذه أيضا السبب الرابع من أسباب إجابة الدعاء. ويقول يا رب، السبب الخامس ينادي ربه، لكن لديه مانع من موانع الدعاء، ومطعمه حرام ومشربه حرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، أي بعيد أن يستجاب لمن هذا حاله. ولذلك يا موظف، يا بائع، يا مشتري، لا تستسهل الأخذ المال الحرام، لا تستسهل أخذ الدنيا حرام، لأن هذه لربما منعتك من أعظم العبادات في الإسلام، الدعاء، ألا يستجاب لك. وبعض أهل العلم يقول أن أي بعيد، لكن قد يستجيب الله له لظهور توبة نصوح، أو لأنه نوى أن يرد المظالم إلى أهلها، أو ابتدأ يكثر من الحسنات ويرد ما عليه من حقوق لعباده.
قد يستجاب له، لكن لا بد أن يتوب وأن يؤوب.